قال رحمه الله تعالى: باب من لا يرحم لا يرحم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من لا يرحم لا يرحم. ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة في الحث على الرحمة، سواء الرحمة بالأبناء أو بغيرهم، فالرحمة من أخلاق المسلمين ومن صفاتهم، وأعظم الناس رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. فالرحمة من خلق الإسلام ومن أخلاق المسلمين، وجزاء هذه الرحمة المطلوبة من المسلم رحمة الله عز وجل للراحم، كما في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالرحمة خلق عظيم، وإذا وجدت الرحمة في القلب وجدت آثارها ومقتضياتها وموجباتها، ومنها ما تقدم القبلة للصبي، فهذا جزء من الرحمة التي في القلب. فإذن هذه الترجمة معقودة لبيان مكانة الرحمة، وذكر هذا الباب في كتاب الآداب لأن وجود الرحمة في القلب هو الذي يحرك للقيام بالآداب. أما منزوع الرحمة، من نزعت الرحمة من قلبه، لا يمكن أن تتحقق منه الآداب التي هي أثر من آثار الرحمة التي في القلب. فإذا نزعت الرحمة تبعتها آثارها بانتزاعها من العبد وعدم قيام العبد بها. ولأجل هذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة في كتابه الأدب المفرد. قال: باب لا يرحم إيش؟ من لا يرحم. باب لا يرحم من لا يرحم. من لا يرحم لا يرحم. نعم، باب من لا يرحم لا يرحم. باب من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم الناس ولا يرحم عباد الله تبارك وتعالى لا يرحمه الله، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما أن من لا يرحم لا يرحم، فإن من يرحم يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال: باب من لا يرحم لا يرحم. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بلفظ الترجمة، أو الترجمة بلفظه: من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله تبارك وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. وهذا الحديث وإن كان في إسناده أكثر من علة، معاوية بن هشام صدوق له أوهام، وفراس صدوق ربما وهم، وعطية صدوق يخطئ كثيرا، إلا أنه صحيح بما بعده من الأحاديث الآتية بمعناه وشاهدة له. نعم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. ثم
أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. لا يرحم الله من لا يرحم الناس، أي من ليس فيه رحمة أو ليس في قلبه رحمة للناس لا يرحمه الله تبارك وتعالى. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، من يرحم يرحم ومن لا يرحم لا يرحم، من يرحم يرحم ومن لا يرحم لا يرحم. هذا معنى قوله لا يرحم الله من لا يرحم الناس. نعم. وعن عبدة عن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ثم أورد حديث جرير رضي الله عنه من طريق أخرى، قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وقوله رحمه الله وعن عبدة يحتمل أن يكون الإمام البخاري رحمه الله رواه تعليقا، أو يكون رواه بالطريق الأولى عن محمد ابن سلام. نعم. وعن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناس من الأعراب، فقال له رجل منهم: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو أملك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن ناسا من الأعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل منهم: يا رسول الله، أتقبلون صبيانكم؟ أتقبلون الصبيان؟ قال: فوالله ما نقبلهم. قال: فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة. وقوله أو أملك أن كان الله عز وجل تروى تروى أن كان، وتروى أيضا بكسر أن المصدرية إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة، فهي تروى أو أملك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة، أو أملك أن كان الله نزع من قلبك الرحمة. والحديث تقدم معنا في باب قبلة الصبيان. نعم. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا، فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد، ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم. ثم ختم هذه الترجمة بهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه استعمل رجلا، فقال العامل استعمله أي ولاه، ويطلق العامل والعمال على الولاة وعلى الأمراء. استعمل رجلا فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد، ما قبلت واحدا منهم، ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم. وهذا فيه من الفائدة أن قبلة الصبيان من البر المطلوب تجاه الصبيان، من بر الأب لصبيانه أن يقبل صبيانه، كما أنه من الرحمة التي في قلوب الآباء لصبيانهم، فإنها كذلك من البر بالأبناء، من بر الآباء بالأبناء أن يقبل صبيانه. نعم.